مني تبغي تمشي تنعس خاصك تعرف باللي الوضعيه اللي كتنعس عليها كدير الفرق في النعاس ديالك. تبع معايا مزيان باش تفهم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعطيك 4 ديال الوضعيات شنو هو الفرق بيناتهم. الوضعيه الاولى النعاس على الكرش. هذه الوضعيه هذه كتسبب ضيق في التنفس بسبب الضغط على الرئتين. يعني انت ملي كتنعس على الكرش ديالك في هذه الحاله راه كتورك على الرئتين ديالك، يعني النعاس على الكرش هنا غير صحي. الوضعيه الثانيه هو النعاس على الظهر. في هذه الحاله اللي خاصك تعرف هو انك كتنفس من الفم ديالك. اول مشكل هو ممكن انك تصاب بالزكام، يعني ممكن تصبح مخنوق مع الصباح. ثاني حاجه هو جفاف ديال اللثه. واخر حاجه اللي هو المشكل ديال الشخير. الوضعيه الثالثه اللي هي النعاس على الجانب الايسر او النعاس على الجنب الايسر. اول حاجه هو كيعطل عمليه الهضم. ثاني حاجه هو كيضغط على الكبد والقلب بسبب الثقل ديال الاعضاء ديالنا. الوضعيه الرابعه والاخيره